رغم النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد المغربي في السنوات الأخيرة في استقطاب عدد هائل من المواهب مزدوجة الجنسية والذين شكلوا العمود الفقري لمنتخب أسود الأطلس وكتبوا فصلا تاريخيا في مونديال قطر، إلا أن القصة لم تكن دائما مثالية. فكما نجح المغرب في كسب أسماء لامعة من قلب أوروبا، أخفق في المقابل في استمالة لاعبين آخرين حملوا أصولا مغربية وفضلوا تمثيل منتخبات أخرى، بعضهم بدافع الطموح وبعضهم بسبب التوقيت وبعضهم لأن القرار حسم قبل أن يصل صوت الرباط. في فيديو اليوم نتعرف على أشهر لاعبين كان بإمكانهم اللعب للمنتخب المغربي لكنهم اختاروا قميصا آخر رغم أن جذورهم مغربية. لامين يامال، الموهبة التي لم تنتظر المغرب. لامين يامال كان الملف الأهم والأكثر حساسية في السنوات الأخيرة. الجامعة الملكية المغربية تحركت مبكرا، تواصل مباشر ومحاولات جادة لإقناعه بمشروع المنتخب المغربي على المدى الطويل، لكن إسبانيا لم تنتظر، منحت اللاعب الثقة مبكرا وأدخلته التاريخ كأصغر لاعب يسجل ويشارك مع الماتادور. قرار يامال لم يكن ضد المغرب بقدر ما كان مع مسار جاهز وسريع، مسار صنع منه نجما عالميا في وقت قياسي. ماتيو قندوزي، اختيار واضح بلا تردد. قندوزي لم يعش صراع الهوية الذي عاشه غيره، في كل تصريحاته كان صريحا، فرنسا هي الحلم منذ الطفولة. رغم أصوله المغربية لم يدخل في مفاوضات حقيقية مع الجامعة، وفضل المنافسة الشرسة داخل منتخب مليء بالنجوم. مشاركته في كأس العالم 2022 أنهت أي نقاش، وأكدت أن قراره كان محسوما منذ البداية. إبراهيم أفيلاي، قرار جيد كامل. اختيار أفيلاي لهولندا جاء في فترة كان فيها المنتخب المغربي يعاني من عدم الاستقرار. في المقابل كانت الطواحين الهولندية تنافس على نهائيات كأس العالم. اللاعب رأى مستقبله هناك وبلغ معهم نهائي مونديال 2010. قرار يفهم في سياقه الزمني، لكنه ترك حسرة كبيرة لدى الجماهير المغربية التي رأت فيه موهبة قادرة على صناعة الفارق. عادل رامي، رهان الانتظار. رامي تلقى إشارات مبكرة من المنتخب المغربي، لكنه اختار الانتظار على أمل الحصول على فرصة مع فرنسا. هذا الانتظار كان مخاطرة، لكنه نجح في النهاية. التتويج بكأس العالم 2018 جعله مثالا على لاعب فضل الصبر على تغيير المسار حتى لو كان الثمن تجاهل بلد الوصول. ناصر الشاذلي، القرار الأكثر جدلا. الشاذلي حالة استثنائية، لعب مباراة ودية مع المغرب ثم غير وجهته مستفيدا من لوائح الفيفا في ذلك الوقت. انتقاله لتمثيل بلجيكا لم يكن مجرد تغيير منتخب، بل صدمة للجماهير التي اعتقدت أن الملف أغلق. لاحقا أصبح عنصرا مهما في جيل بلجيكي تاريخي، ما زاد من حدة الجدل حول قصته. خالد بولحروز، اختيار الاحتراف البارد. بولحروز لم يدخل في حسابات العاطفة منذ بدايته، رأى مستقبله مع هولندا، منتخب قوي ومنافس دائم. شارك في بطولات كبرى وفرض نفسه بأسلوبه الصلب. بالنسبة له القرار كان مهنيا خالصا، وبالنسبة للمغرب مثال آخر على لاعب اختار الاستقرار على حساب الانتماء. مروان فيلايني، عندما أخطأ التقييم فصنع أسطورة. قصة مروان فيلايني ليست مجرد اختيار منتخب، بل فضيحة تقييم.
في بداياته يشاع أن اللاعب عرض على مدرب منتخب شباب المغربي، فجاء الرد صادما: طويل القامة ولا يجيد كرة القدم. جملة واحدة كانت كافية لإغلاق باب المغرب وفتح باب بلجيكا. فيلايني لم يرد بالكلام بل بالملاعب، أصبح ركيزة في منتخب بلجيكا، لعب كأس العالم وفرض نفسه في أكبر أندية أوروبا. هذه ليست قصة لاعب رفض منتخبا، بل قصة منتخب رفض لاعبا ثم ندم بصمت. كريم بالعربي، الفرصة التي جاءت متأخرة. كريم بالعربي لمع نجمه مع باير ليفركوزن، وعندها فقط بدأ الاهتمام المغربي الجاد. المدرب بادو الزاكي حاول إقناعه بتمثيل الأسود، لكن اللاعب كان قد حسم أمره. ألمانيا كانت هناك جاهزة منظمة وتمنح الفرص دون تردد. بالعربي اختار المانشافت وترك المغرب أمام حقيقة قاسية. عندما تتحرك متأخرا لا يمكنك لوم اللاعب لأنه سبقك بخطوة. لاعبون تأخروا في الاختيار ثم قالوا في القميص. هؤلاء لم يرفضوا المغرب ولم يوافقوا عليه بسرعة أيضا، اختاروا الانتظار قليلا أو كثيرا على أمل أن يرن الهاتف من أوروبا. وعندما طال الصمت تذكروا أن الباب المغربي كان مفتوحا أصلا. إبراهيم دياز، انتظار على الخط الإسباني. إبراهيم دياز عاش سنوات وهو ينظر نحو إسبانيا، ينتظر استدعاء المنتخب الأول، معسكر بعد معسكر دون رد. الهاتف كان يرن، لكن ليس من مدريد. في مطلع 2024 قرر أخيرا حسم الموضوع وارتدى قميص المغرب ليصبح بسرعة واحدة من ركائز أسود الأطلس. يبدو أن دياز اكتشف أن الانتظار جميل، لكن اللعب أجمل. منير الحدادي، دقائق غيرت المسار. منير الحدادي جرب حظه مبكرا مع إسبانيا ولعب دقائق قليلة كانت كافية لإغلاق باب المغرب لسنوات. بعدها وجد نفسه في منطقة لا غالب ولا مغلوب. المغرب انتظر، الفيفا غير القوانين، ومنير عاد أخيرا لارتداء القميص الوطني. قصة تذكرنا أن بعض القرارات السريعة تحتاج صبرا طويلا. محمد اختارين، طريق طويل مع تغيير الاتجاه. اختارين بدأ مشواره وهو يفضل هولندا، ومع الضجة الإعلامية ظن الجميع أن مستقبله محسوم. لكن كرة القدم لا تسير دائما كما نخطط لها. تراجع المستوى، تغيرت الظروف، وفي أواخر 2025 ظهر اسم المغرب مجددا في الصورة. هذه المرة لم يكن القرار مفاجئا بل طبيعيا بعد رحلة مليئة بالمنعطفات. ولا نحب أن نسمع رأيكم أنتم، لأن تفاعلكم هو أهم شيء في هذا النوع من الفيديوهات. برأيكم من أكثر لاعب خسره المنتخب المغربي وكان يمكن أن يصنع الفارق لو اختار قميص أسود الأطلس؟ اكتبوا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك ومشاركة القناة مع أصدقائكم، لأن هذا الدعم هو الذي يساعدنا على تقديم محتوى أعمق وأقوى لكم دائما. نراكم في الفيديو الذي نصنعه لكم حاليا. انتظرونا قريبا، إلى اللقاء.